الحاجة في ايدينا ما بنحسش بيها، واول ما تروح نعيط عليها. انا كنت بنت ايه، عسل عسل عسل. خراط البنات كان خارطني، كنت لسه في الاعدادي. عندنا في منطقتنا في بنات اهلهم بيخلوهم يكملوا تعليمهم، وفي بنات اول ما يجي لهم العدل بيجوزوهم. وانا طبعا الخراط خارطني، كنت ايه طول بعرض. فامي قالت البنت تتجوز ما تقعدش، واول ما جالي عدلي امي وافقت عليه. كنت زي اي بنت فرحانه كده بالخطوبه، وعايزه خطيبي يخرجني ويتكلم معايا ويجيب لي هدايا في الفالنتاين زي البنات كده ما بيجيلهم في التلفزيون. كنت بحلم ان انا هتجوز ويبقى لي بيت كده وعندي عيال، وجوزي يتكلم معايا ويخليني اروح مصيف انا وعيالي ويخرجني كده وايه بقى. كنت احلام احلام. المهم جالي واحد من منطقتنا برضو ايه مش متعلم قوي زيي، ما هو زيه ما انا ما خدتش الشهاده، هاخد واحد بشهاده. المهم خلاص اتكلمنا واتجوزنا، وموضوع ايه الحمد لله تم على خير. وخلاص دخلت بيتهم زي بيتنا عادي، ناس على قدهم واحنا ناس على قدنا. وكنت بمشي اموري، وكنت بنزل اخدم زي سلايفي في البيت تحت. ما احنا بيت عيله، ما احنا منطقتنا كلها كده، كلنا اللي بيتجوز في بيت عيله. الاقي يا اختي سلفتي الاتنين بيقعدوا يحكوا عن جوازهم، بيتكلموا معاهم وياخدوا يدوا، وانا جوزي ابدا. جوزي على طول قاعد ساكت، جوزي على طول قاعد ساكت، ولا بيتكلم ولا بيعمل، وعلى طول وشه في الموبايل. افتح معاه اي مواضيع ما بيتكلمش. ابص يا اختي السلايف الاتنين يقعدوا كده قاعدين قدامنا، ده بيتكلم مع دي وده بيتكلم مع دي، وانا مفيش. نزلت اشتكيت لحماتي، يما ابنك ما بيتكلمش معايا، ما تخليه يتكلم معايا يما. تقول لي حاضر هكلمه، ولا بتكلمه ولا بتعمل، وعلى طول ساكت. اروح احكي لاخواتي يكلموه كاني بكلم نفسي. بقيت اشتكي لام طوب الارض، مش عاجبني، وابص لسلفتي دي وابص لسلفتي دي وابص للي قال واللي عاد واللي اتكلم، ومفيش خالص. انا كده ايه مش عاجبني الحال، وحالي مش عاجبني عشان انا مش راضيه. وبصراحه بصراحه لو كنت رضيت كنت سكت وحمدت ربنا عليه. كل يوم اتخانق معاه، يا ابني اتكلم معايا ما بيتكلمش، ويوم ما نفتح موضوع يتعصب ويتنرفز عليا ويسيبني ويمشي. يا ترى العيب فيا ولا العيب فيه؟ اكيد العيب فيا انا ولا العيب فيه، انا ما اعرفش. انا بصوا يا جماعه بتكلم معاه ازاي، بتكلم معاه زي الناس. فلانة قالت، فلانة عادت، شفت فلانة النهارده، شفت عندنا امبارح، هو ده الكلام اللي بتكلمه. هو انا كده غلطت؟ بس اقول ايه، هو يبص كده يقول لي ايه، هو انت ما عندكيش كلام غير فلانة وعلانة وتركانة، ما عندكيش كلام تاني عن حد خالص؟ اقول لك ايه يعني، قول لي انت. اقول لي ولا اقول ولا عيد، خلاص كنت مش عايز اسمع صوتك. ماشي. المهم اعرف اللي بيحتسوا في البيت كله فوق، واطلع اقول له اسكت، مش مرات اخوك عملت كذا ومرات اخوك عملت كذا. يبص لي وما يردش عليا. اتخانق معاه كل شويه، مشاكلنا احنا في السلايف طبعا مشاكلنا كتير وبنتخانق. اطلع اقول له خد لي حقي، مش خد لي حقي، وخانق معاه يسيبني وينزل. انزل وراه عند حماتي اتكلم معاه، يقول لي بقول لك ايه، دي ام الحريم انا ما اتدخلش فيها، حلي مشاكلك انت والحريم اللي معاكي في البيت. هم اخوات الصبيان بيتدخلوا لما انا اتدخل؟ فضلنا على الموال ده كتير. المهم جبت الواد وجبت البت وجبت الواد وجبت البت، جبت 4 عيال ومفيش فايدة. وبقيت زهقانة ومخنوقة، فلان خرج فلانة، فلان عمل لفلانة، وانا بصة بصراحة، انا بصة للكل. ما هو جوزي ما بيخرجنيش، وايام الخطوبة قالوا ايه ممنوع الخروج عشان احنا ما بنخرجش بنات عندنا. فقلت خلاص العيب في اهلي عشان هو ما خرجنيش. اتاري بقى ايه الموضوع جاي على ايه، على مزاجه. ايوه على مزاجه. ويوم ما نروح مشوار ما يجيبليش حتى حاجة ساقعة، ولا حتى يقول لي عايزه تاكلي لقمه ولا اي حاجه خالص. ما اعرفش هو بيعمل معايا كده ليه. بيكرهني؟ اقول لا ما بيكرهنيش بصراحه، ما يعرفش حد غيري، وانا عارفه انه ما يعرفش حد غيري. ايوه انا عارفه، هو انا مش بعرف وبسال وبشوف. فضلنا على الموال ده كتير. جيت قلت له بقول لك ايه انا زهقانه. قال لي عايزه ايه؟ قلت له عايزه ربة طيور وابيعها. قال لي خلاص براحتك. قلت له طب كويس هوافق اهو. جيت اربي طيور، الموضوع خسع معايا، العلف غالي والحاجه غالي، وقفت المشروع ما قدرتش اكمل فيه.
جيت تاني قلت له بقول لك ايه، انا هبيع واجيب توك توك. هو كان بيوافقني على كل حاجه، جبت التوك توك وضيعت الفلوس اللي معايا. ما هو انا مش لاقي اتكلم معاه، طب خد ودي معايا، انا بكلم صح وانا بعمل صح. يقول لي اللي انت عايزه اعمل ايه، اللي انت عايزه اعمل ايه، انا ما بغصبش عليكي في حاجه. طب وبعدين الحاله كده كتير، الحاله فضلت كده كتير. اه فضلت كده كتير. المهم لحد ما في يوم حصل اللي حصل. انا كنت بشتكي منه طوب الارض، وما كنتش عايزه اكمل معاه، وكنت باخده منه كتير، اخده منه بالاسبوع والثلاثه، ومش طايقاه، مش طايقاه ما بيكلمش معايا، اعمل ايه انا؟ وانا كلامي مفيش كلام بتكلم مع حد، وكل كلامي مع الحريم على فلان وعلى الوتر كده، ده رأينا وحياتنا. بس سلافة الاتنين غيري، بيقعدوا يكلموا مع جوازهم وياخدوا ويدوا، وانا عماله غيران، انا مش بكدبش، انا غيرانه، انا غيرانه ايه انا غيرانه. لحد ما في يوم خرج وما رجعش. اه خرج وما رجعش. اتصلوا بيا وقالوا لي البقاء لله. البقاء لله في مين؟ في جوزك. لقيت نفسي وقعت من طولي. ازاي؟ واتصدمت. حسيت بيه. ايوه حسيت بيه بعد ما راح. كان معايا وكان مدفيلي شقتي وكان بياخد باله من عيالي، كل ده ما خدتش بالي منه الا لما مات. طبعا اتنين سلافي التانيين جوازهم موجودين، وانا جوزي مش موجود. ايوه جوزي مش موجود. حزنت الدنيا كله. هو ده اللي كنت بتكلم عليه، هو ده اللي انا كنت بقول ما بيقعدش، ما بيتكلمش، ما بيعملش، ما بيسويش. اه راح مني. اه راح مني. ومبقتش عارفه اعمل ايه دلوقتي. حسيت ان هو مش موجود. افتكرت له كل حاجه بقى صح حلوه. كان بيقف للعيال ويزعق لهم. انا دلوقتي مش قادره على العيال. كان بيروح للمدرسين ويقف للمدرسين، انا دلوقتي بروح بنفسي واتبهدل بنفسي. كان لو عيل ايه ياخده يوديه، حتى لو ساعتين 3 بالليل يوديه للدكتور. دي حقيقه انا حسيت بده كله. لو في عيد صبح عليا عيد ومعايا جوزي ومعايا عيالي والدنيا حلوه وعيالي وجوزي موجود، كده ما كنتش بحس بيه الا لما هو راح. جه عليا رمضان، المكان بقى فاضي. كان بياخد عياله ويقعد وسطيهم زي سلفي ويلم عياله، دلوقتي مش موجود. كل ده انا حسيت بيه بعد ما مشي. ايه يعني ما كانش بيتكلم معايا؟ ايه يعني ما كانش ياخد يدي معايا في الكلام؟ ايه يعني؟ على الاقل روحه كانت موجوده في البيت. بس انا اقول ايه لنفسي؟ انا اللي افتريت. انا اللي افتريت، ايوه عارفه افتريت. ربنا عاقبني دلوقتي. ايوه ربنا عاقبني، ما كانش عاجبني. واقعد اقول لاخوه اخوك ما بيتكلمش معايا، واقول لامه امك ابنه ما بيتكلمش معايا، واقول لاخوه التاني نفس الحوار، واقول لاخويا واقول لاختي، خد وشي طوب الارض. وقتش هو مش موجود. اه مش موجود. وكنت عاقبه الغضبان، كنت اغضب. ليه كنت بعمل كده انا؟ ليه؟ ايه يعني ما بيتكلمش؟ بس كان روحه موجوده في وسط العيال. كان في راجل في وسط العيال. كان في راجل معايا، راجل بحس بيه ويحس بيا. دلوقتي مفيش. بنام على مخدتي لوحدي، محدش جنبي. بصحى لوحدي، بعمل حاجات عيالي لوحدي. هو اللي كان بيعمل كل حاجه، دلوقتي مش موجود. انا اللي افتريت على جوزي وحياتي وعيشتي. افتريت عليه. بقيت اشتكي طوب الارض. اه سبحان الله مبقاش موجود. امي تقول لي شفتي يا بنتي اللي افتريتي عليه حصل ايه؟ والله يما يا ريت يرجع يوم، يما يرجع وانا مش هعمل كده تاني. ويفضل ساكت ايه اللي يفضل ساكت. يفضل ساكت في وسطينا. ايوه يفضل ساكت في وسطينا. انا ندمانه يما على بعضه. انا ندمانه يما على عدم وجوده. خلاص مبقاش موجود. خلاص سابنا ومشي. اه خلاص سابنا ومشي. انا حزينه. عشان كده المفروض ما نفتريش على الحاجه اللي في ايدينا. نفكر هي لو مشت مننا هنحس بايه؟ هيحصل لنا ايه؟ ايه اللي هيحصل معانا؟ نفكر في بكره، نفكر في اللي هيحصل، بس احنا ما بنفكرش. قال لما يحصل نصيبه في وسطينا بنفكر، لما يحصل الحاجه بنفكر.
هو ده اللي بيحصل معانا. ايوه هو ده اللي بيحصل معانا. طول ما الحاجه قدامنا ما بنحسش بيها. سابني ومشي وساب عياله، ولا قادر على عيل ولا قادر على عيله. خلاص مفيش رب. الاب اللي كان بيلمهم، الاب اللي كان بيشكمهم. حسيت بيه دلوقتي، حسيت بعدم وجوده دلوقتي. اعمل ايه؟ ولا حاجه. ندمت خلاص. انا اللي كنت بشكل طوب الارض منه، دلوقتي بشكل طوب الارض لعدم وجوده. وانا صغيره مش كبيره. اتجوز؟ لا اتجوز واسيب عيالي لمين؟ عيالي هيتبهدلوا. سايب لي 4 عيال، 4 عيال هيتبهدلوا، ولدين وبنتين. اوديهم فين؟ هو اللي كان هيقدر يجوز بناته ويكبر بناته ويقعد مع الرجاله كده عشان بناته. كل ده انا ما فكرتش فيه. كله فكرت فيه ما بيتكلمش معايا، ما بيخرجنيش، ما بيعملش، ما بيسويش، ما بينيلش. دلوقتي يا ريته كان موجود، ومش عايزه اخرج، مش عايزه اروح، مش عايزاه يتكلم، يفضل موجود قدامي. اه يفضل موجود قدامي. اقول ايه؟ مش بايدي حاجه اقولها ومش بايدي حاجه اعملها. كله قضاء الله سبحانه وتعالى. بس احنا ما بنحسش بالحاجه طول ما هي في ايدينا، طول ما هي معانا، ملكنها في ايدينا. واول ما تروح ما بنحسش بيها. ما بنشوفش الحلو، بنشوف الوحش كله. الوحش بس، غير كده ما بنشوفش. لكن لما بيروح مننا بنشوف كل حاجه حلوه كان بيعملها. ومكانه محدش يعرف يسده غيره. مكانه محدش يعرف يسد غيره، هو بس اللي يسد مكانه. هو بس اللي يشيل عياله ويشيل الدنيا ويشيلني ويشيل بيته، رغم ان احنا بيت واحد وكل حاجه، بس وجوده اساسي. موجود. دلوقتي لما عيالة تعلي صوتها كان بيزعق لها. انا دلوقتي مش قادره على العيله ولا عيل، ولا قادره على العيله ولا قادره على عيل. اه مش قادره. العيال بعد ما هو مشي مش قادره عليهم. مش قادره. عمهم يزعقوا لهم شويه وخلاص ياخدوا الزعيق، وعمهم يمشي من هنا يرجعوا كأنهم ما عملوا حاجه. لكن ده كان اساسي معانا، قاعد معانا، لم العيله ولم العيل. دلوقتي هروح لمين اقول له ايه؟ كان شايل حمل عني وانا ما حسيتش بالحمل ده لما مشي. اه كان شايل حمل عني. انا اللي قعدت ارغي، وانا اللي قعدت اشتكي، وانا اللي قعدت اتنيل. كل وقت يقول لي ايه خلاص كده؟ اه انت وقت ايه حسيتي بعدم وجوده؟ حسيتي ان هو كان اساسي في حياتك؟ اقول لهم اه انا غلطانه. انا استاهل، استاهل كل حاجه. استاهل، ايوه استاهل. يعني انا مش عارفه اقول ايه. انا مش عارفه اقول ايه. بجد مش عارفه احكي اقول ايه. يعني اقدر اقوله كل واحد يحافظ على اللي عنده. ايوه. شوفوا الحلو ما تشوفوش الوحش. ما تعملوش زيي. انا غمت بصيت لي الافلام والتلفزيونات عشان جوزي يخرجني وجوزي يوديني وجوزي يجيب لي والفالنتاين والنيله والزفت على دماغي. مفيش فايده. كاني بصوا دلوقتي قاعده ساكته، ما بكلمش مع حد. دي قاعده مع جوزها ودي قاعده مع جوزها ودي قاعده مع جوزها ودي قاعده مع جوزها، وانا الحمد لله. كنت بشتكي ان هو موجود ومش قاعد، اهو مشي خالص ومش موجود ومش هيبقى قاعد ومش هيجي تاني. حسيتش بيه إلا لما مشي. ايوه ما حسيتش بيه إلا مشي. ودي مشكلتنا. دي مشكلتنا ان احنا ما بنحسش بالحاجه الا لما تضيع من ايدينا. نعيط ونبكي عليها، ولو الدموع تخليه يجي هيعيط العمر كله عليه عشان يرجع تاني. يرجع في وسط عياله على الاقل، يرجع لحضن عياله. بس دلوقتي خلاص الحمد لله. اتعلمت بعد ما اتلسعت لسعة انما تمام. اتعلمت بعد ما مشي وحسيت بعدم وجوده. احنا يا جماعة ما بنحسش بالحاجة كده. لازم نتلسع ولازم تروح مننا عشان نحس ان الحاجة دي غالية علينا قوي قوي قوي. اه غالية علينا قوي.
وانا بقول هو فعلا كان غالي عندي قوي، واكتشفت ده بعد ما ان هو فعلا اغلى حد عندي اغلى حد عندي في الدنيا، ابو عيالي. ارجع، انا بقول له ارجع، ارجع ومش هتكلم تاني، ومش هرغي وهقول ولا هحكي لفلانه واحكي لعلانه، ولا هسيبك قاعد كده على الموبايل زي ما انت عايز تقعد. اعمل اللي انت عايزه بس يكون في وسطينا، يا ريت. بس كلمة يا ريت عمرها ما بتعمر بيت، على رأي اللي قالوا زمان. يانا يا ريت يا ريت يا ريت ما نفتريش على الحاجة اللي معانا ونرضى بيها. ايوه نرضى بيها، اسمعوني والله نرضى بيها، نرضى بيها عشان يعني عشان ربنا يبارك لنا فيها. اللي انا افتريته ده افترا وحش، افتريت عليه، افتريت عليه جدا. ده انا ما سبتش حد الا لما اشتكيته منه، يعني ما قابلتش حد الا لما قعد اشتكي عليه. تخيلوا بقى. يلا كل واحد بياخد نصيبه من الدنيا، وانا خدت نصيبي وزيادة الحمد لله. بس اقول ده قضاء ربنا وده قضاؤه، الحمد لله. زي ما قلت قبل كده، كلمة يا ريت عمرها ما بتعمر بيت. نرضى باللي في ايدينا عشان ربنا يبارك لنا فيها، ما نفتريش، الافتراء مش حلو، الافتراء وحش. نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. وهو ده اللي كنت عايزة اقوله في اول فيديو، اول الفيديو اللي انا بحكي دلوقتي وبحكي. يا ريت ويا ريت ويا ريت، وكلمة يا ريت ما بتعمر بيت. بصوا يا جماعة بقى، انا عايزة اقول ان الفيديو ده معناه ان احنا فعلا كبني ادمين ما بنرضاش بالحاجة اللي في ايدينا ونبص اللي في ايد غيرنا. ما هو ربنا بيديكي ده تحمليه انتي، لو خدتي عيشة غيرك مش هترتاحي، والله ما هترتاحي. لما الحاجة تضيع من ايدينا بنندم، يا ريتها ما كانت موجودة، يا ريتها انا مش عارفة ايه، يا ريت كنت عملت، يا ريت كنت سويت. وطول الحاجة ما مش في ايدينا، يعني مش قصدي، مش عارفة اوصلها لكم ازاي. يعني طول ما انا مثلا ايدي دي الحمد لله كويسة ما فيهاش حاجة، ببقى فرحانة بيها. لكن لما ايدي توجعني بقى مش قادرة احركها. احنا كبني ادمين عموما طمع فينا. في ناس بيرضوا باللي هم فيه، وفي ناس متبقاش راضيه وساكته وحاطه في جواها وما بتتكلمش. بس الرضا حلو، الرضا هيخليكي مرتاحه، ما تبصيش لغيرك. ما هي عيشه غيرك ممكن ما تعجبكيش لو انت عشتيها، انت شايفاها من بره بس مش شايفاها من جوه. ممكن انت جوه اسوأ من انت فيه، بس اللي فيهم ربنا مديهم ان هم متحملين، ان هم على قدهم هم. فنحافظ على الحاجه اللي معانا ونعيش حياتنا زي ما هي ماشيه. ما احنا كلنا مفارقين وماشيين. بلاش موضوع بقى انا عايزه زي فلانه وعايزه زي علانه وعايزه تركانه. ما تسيبوا كل واحد في حاله، سيبوا كل واحد في حاله يا جماعه، والله الواحد فينا مكفيه. وما تبصوش لحد، لما تضيع شوكوا دي من ايديكوا هتندموا عليها، زي صاحبه الفيديو او زي القصه اللي انا بحكيها. افترت وبقت تشتكي من هنا لهنا لهنا لهنا، وفي الاخر سبحان الله تاخد منها. اهي دلوقتي ندمانه، هتندمي على ايه؟ ما هو مشي، ماشي. كانت نفسها يبقى في وسط عيالها، كانت نفسها يبقى يكون موجود، مش هتتكلم مش هتشتكي، ما خلاص كله خلاص كده، اللي حصل حصل. وهو مش هصلح كل اللي فات ده منين؟ يا جماعه نرضى باللي في ايدينا ونرضى باللي ربنا اداهولنا عشان ربنا يبارك لنا فيه. البركه من عند ربنا مش من عند العبد، والله من عند ربنا مش من عند العبد. فلما رضى ربنا يرضينا، وكل واحد بياخد اللي مقسوم له. اجري يا ابن ادم جري وحوش، غير رزقك لن تحوش. ولا بص لغيري ولا بصش لغيري، غيري بيتكلم غيري عنده، غيري بيخرج غيري بيعمل. محدش عارف اللي غيري ده عنده ايه، اكيد عنده حاجه برضه منغصه حياته، مش عاجباه في عيشه زي ما انت كده مش عاجباكي في عيشتك. اللي انت كان ما بيكلمش ما بيعملش ما بيسويش، اكيد غيرك نفس الحوار برضه. مفيش حد غالي، الدنيا دار شقاء، مش جنه الدنيا.
الدنيا مش جنة. كل واحد فينا عنده حاجة منغص على حياته عشان نفتكر ربنا سبحانه وتعالى. الدنيا مش ماشية كده ستريت يا جماعة، مش ماشية كده.